حاجات كده مهما أي حد حاول ينصحك أو ينبهك منها، أنت عمرك ما هتسمع الكلام وهتفتكر نفسك أنت الاستثناء الوحيد والقانون لا ينطبق عليك. كذا حد دخل معايا استشارة عشان يجي ويدور على شغل في دبي، وللأسف نصحتهم بلاش تيجوا دلوقتي علشان أنتوا مش مستعدين للسوق هنا. اشتغل على نفسك الأول وبعد كده فكر إنك تيجي هنا دبي. للأسف بعد الاستشارة ما مشوش على الخطة اللي احنا قلنا عليها وسافروا دبي، وللأسف رجعوا تاني مصر عشان ما لقوش شغل وما عرفوش ينافسوا في السوق. الموضوع ده خلاني أفكر في حاجة، في مواقف كده مهما أهلك أو أصحابك أو المدرسين بتوعنا حذرونا منها مش بنصدقها غير لما نخوض التجربة دي دروس ممكن أقول عليها علم نفسك بنفسك. حتى لو الموضوع صعب قوي وهتتعب فيه، احنا بنطنش تحذيرات اي حد بيخاف علينا وينصحنا. يعني حتى القرآن الكريم كله قصص عشان نتعلم من اللي خاضوا الطريق قبلنا وما نعملش نفس الغلط بتاعهم. بس كتير مننا بيقول لا، الكلام ده ينطبق عليهم هم مش ينطبق عليا، انا غيرهم، انا هكسر القاعدة. عشان كده دايما بنتعلم الدرس الصعب بالطريقة الأصعب over and over again. دايما بنكرر نفس الغلط، ودايما بتكون الدروس دي هي الفاصلة في حياتنا. بتكلم عن دروس الحياة الكبيرة اللي أجدادنا قالوها لأهلينا وأهلينا قالوها لنا، بس إحنا برضو لازم نكتشفها لوحدنا. حاجات زي إن اللعب الكتير أو الفلوس الكتير مش هتخليك سعيد طول الوقت. إنك تكون أشهر واحد في الفصل أو الجامعة مش هيصلح أي حاجة مضايقاك جواك ومش هيعالج مشاكلك النفسية. الموضوع اللي انت قلقان منه دلوقتي هو مش بالضخامة زي ما عقلك مصور لك. القلق مش بيحسن مستواك، الخوف مجرد تضييع وقت. هتندم انك بتشتغل كتير قوي لما تكبر وما بتشوفش الناس اللي بتحبهم زي الاول. انك لازم تقضي وقت اكتر مع اهلك. هتبقى كويس واحسن بعد الطلاق او الانفصال، وهتشكر نفسك اصلا انك عملت كده. انت مش بتحب البنت دي، she's only hot and difficult to get، عشان كده انت عايز تكلمها. كلام سهل وواضح جدا، مش كده؟ الفكرة الأسوأ إننا مش بنسمع الكلام ده لما يتقال كده وخلاص، لا، إحنا كمان ما بنسمعوش من ناس خاضت نفس التجربة وخلصت الطريق اللي انت أصلا لسه في بدايته. بس لسه في سؤال واحد، هي لو بالبساطة دي ليه كلنا بنمر بنفس المواقف دي وما بنسمعش الكلام؟ لو حد عنده أي تفسير منطقي للسؤال ده ممكن تشاركونا في الكومنتس. السلام عليكم.